هو احنا امتى هنبقى سعداء؟ لو بتدوري على السعادة فلازم تعرفي انت محققة كام سر من اسرارها، وده اللي هنعرفه سوا على جزئين في الفيديو ده والفيديو الجاي من كتاب معادلة السعادة لنيل باسريتشا. يعني لو فاكرة ان انت لما تتجوزي اللي بتحبيه، ولا لما تترقي، ولا لما يبقى معاكي فلوس كتير قوي هتحققي السعادة، تبقي غلطانة. انت كل هدف من دول هتعمليهم هترجعي تاني تحسي انك مش سعيدة، وهتحسي انك عايزة تحققي هدف تاني عشان توصلي للسعادة، لانك ربطتي سعادتك بحاجة متغيرة مش ثابتة. السر التاني، سيطري على حرب الافكار. الكاتب بيقول ان عقلنا بيتكون من كذا جزء، في جزئين منهم ضد بعض على طول في حرب. جزء منهم بيفكر بطريقة سلبية، وده اللي بيخلينا مثلا نخاف من اي حاجة قدامنا، نخاف نقرب من النار عشان ما تلسعناش. انما في جزء تاني بيفكر بطريقة ايجابية، وده اللي بيخلينا نقرب من النار علشان يمكن تدفينا او تنور لنا الدنيا او نشوي لنا فرخة. وانتي وشطارتك بقى، لو الايجابي اللي كسب فانتي عشتي سعيدة معظم الوقت، ولو السلبي اللي كسب فعشتي تعيسة معظم الوقت. وهارد لك بقى. السر الثالث، الراحة لا تؤدي إلى السعادة. يعني هو في أحسن من القعدة كده مأنتخة وبصة طول اليوم في السقف؟ والله ما في أحلى، بس للأسف ده مش بيؤدي إلى السعادة، لأنك لو خدتي على الراحة هتتعبي أول ما تعملي مجهود، هتحسي على طول بضغط غير طبيعي، هتحسي إنك مش قادرة تكملي لأنك مش واخدة على التعب، وبالتالي يا إما هتسيبي الهدف اللي بتعمليه عشان ترجعي لمنطقة الراحة وتأنتخي، وبالتالي مش هتحققي أهدافك وتبقي سعيدة، يا إما بقى هترجعي تتعبي وتضغطي على نفسك وتعملي مجهود غير طبيعي عشان تكملي، وبرضه مش هتبقي سعيدة. فكفاية أنتخ. دول كانوا 3 أسرار للسعادة، ولسه في 3 أسرار الفيديو الجاي. استنوني. أنا فيروز يسري، ودي حكاية قبل اليوم.